ازيكم كل متابعينا عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. راجعاكم بفيديو جديد ان شاء الله. هنعمل النهارده تورتايه مقاس 20. بصوا، هي ترند وعلى طول بعمل التورت دي، بس ساعات ما بصورهاش. تمام. فالنهارده هعملها بطريقه مختلفه، مش هعملها طبعا في الحله، عشان لو انت مفيش عندك حله للتورت تقدري انت تطلعيها من الصاج. تمام كده. هنعملها النهارده من صاج 30 في 40، واقولك كل حاجه في قلب الفيديو. بس يا ريت لو انت اول مره تشوفيني واول مره تشوفي القناه بتاعتي، يا ريت تشتركي في القناه كده وتفعلي الجرس على الكل، عشان طبعا كل ما انزل فيديو جديد يوصلك اشعار جديد. اول حاجه كده يا بنات، انا هعمل صاج 30 في 40. انا بستخدم له 3 بيضات يكون حجمهم كبير، معايا 350 جرام من الاسبونج، معايا كمان ربع كوبايه من الميه والفانيليا، معلقه محسن جل. وما تكتريش محسن الجل، لان لو كترت محسن الجل هتلاقي الاسبونج هاشش معاكي زيادة عن اللزوم ومش هتقدري تتعاملي معاه. تمام كده. اخدت الاسبونج بتاعي، حطيت نص فانيليا، والنص التاني حطيت عليه معلقة كاكاو اسباني خام. تمام. وضربتهم في العجان. مفيش عندك عجان تقدري تضربي بمضرب كهربائي، بس يكون القوة بتاعته تكون عالية عشان يطلع معاكي نفس النتيجة. جبت الصاج بتاعي، طبعا انا ما خبزتوش معاكم عشان بس الفيديو مبقاش طويل. وبعد ما فرشت الصاج بتاعي ورق حواوشي، بحط بكون مشغلة الفرن بتاعي. اول ما بشتغل في الاسبونج بتاعي في العجان بكون مشغلة الفرن بتاعي على درجة حرارة عالية. وبعد ما بيطلع معايا بقلبه، بسلك الصاج الاول بسكينة كده من الجوانب، وبقلبه على الرخامة. تمام. اول ما يبرد معايا، اولا الصاج مش بياخد وقت كبير في ان هو يبرد وكده، واحنا طبعا في ايام شتاء. ابدا بقى اجيب الاسبونج بتاعي واشيل طبقة الوش، لان طبعا بتبقى لما زفارة البيض كلها. وطبعا اصلا هي مش هتبقى محببة في الاكل خالص، هتلاقوها بصوا طرية جدا وبتلزق، وهتلاقوها طعمها مش احسن حاجة. خلاص. طيب مقاس 20 في الصاج هيتفضل معايا اسبونج. يعني اخدت ال3 طبقات. تمام. اخدت طبقة فانيليا وطبقة شوكولاتة، واخدت كمان الطبقة التالتة هتبقى نص ونص. تمام كده. بقيت بقى الاسبونج بقى ممكن تطلعي منه طاجنين او 3 طواجن، بس هيطلعوا معاكي طاجنين. تمام. هبدأ بقى ان انا اجيب البورد بتاعي مقاس 24. وجبت الكادر بتاعي. كان طبعا سألني على الكادر بتاعي ده، انا كنت جايباه من زمان اول ما انا اشتغلت، كنت جايباه ب75 جنيه. حاليا دلوقتي ما معرفش هو بكام. آه جبت القاعدة وجبت كمان الكادر بتاعي. حطيت اول طبقة، طبعا هي كانت مطلوبة مني نص ونص. حطيت نص فانيليا ونص التاني شوكولاتة. بعلم بقى على البورد بتاعي مكان الفانيليا ومكان الشوكولاتة، بحيث ان انا ابقى عارفة الجهة بتاعة الشوكولاتة ايه والجهة بتاعة الفانيليا ايه، عشان ما اتلخبطش بس. خلاص كده. ابتديت بقى ان انا اعمل بين كل طبقة وطبقة جيلو من الفراولة، حسب طبعا ما العميل بيبقى محتاج منك حشو وكده. هي طبعا ما كانتش طالبة مني حشو، بس انا عشان التورتاية مفيش عليها شغل من فوق، فبحب ان انا يعني اطعم الكريمة بتاعتي شوية. خلاص. في حد كان سألني انت ليه مش بتسقي الكيك بتاعك. عايزة اقول لكم يا بنات، والله الكيك بتاعي بيبقى طري جدا جدا، ما بيبقاش والله مستحمل ان هو يتسقي. وساعات بسقيه، يعني لما بكون مثلا في اسبونج يفضل معايا فترة طويلة في الفرن وكده، ويعني وانساه. فبحاول ان انا لازم ان انا اسقيه، يعني يعني ايه، آه، مش طري زيادة عن اللزوم او يبقى نشف شوية. خلاص. بسيب بالسيرب بتاعي. لو عايزة تعرفي طبعا السيرب ده بيبقى كوباية مية على كوباية سكر على كوبايتين مية، وبس يغلوا غلوة واحدة على البوتاجاز. وبعدين تستخدمهم عادي، وممكن تحطهم في باب التلاجة يوم أو 2، وبعد كده خلاص معاش ينفع ان انتي تستخدميهم. لو انتي مستعجلة، ساعات ما بعمل كده، يعني شوية من السكر وتسقي الكيك بتاعك عادي، مفيش مشكلة. بعد كده بقى أخدت الكادر بتاعي، وسعت شوية وشيلت الكادر بتاعي، وابتدي ان انا اجلس التورتيه بتاعتي، ان انا ابطنها بس تبطينه بسيطه، بحيث ان ما يجيش معايا اي فتافيت خالص من الكيك.
طبعا الكيك ده انا عاملاه من صاج، فهتلاقي طبعا فيه فتافيت كتير جدا جدا في الكيك. خلاص، غير طبعا ما انت بتكوني عاملاه في الحلة. طبعا لما بيكون جايلك شغل تورتة سريعة، تقدري ان انتي تعمليها في صاج، ممكن ما تاخدش معاكي ساعة بالكتير، تقدري ان انتي تطلعي تورتاية. خلاص، ابتديت بقى ان انا اجلس التورتاية بتاعتي تجليسة كويسة. هبدأ ان انا اجيب السكرابر بتاعي والحتت العالية الحتت الواطية، بتبين طبعا لما انتي بتجلسي بالسكرابر، بتبان ان انتي لو في عندك مثلا حاجة عالية حاجة واطية محتاجة كريمة بتزوديها. جبت السكرابر المشنشر. وعلى فكرة يا بنات، عايزة اقولكوا ان انا اللي تعبني كمان في الشغل اليومين دولت القعدة هي اللي بصراحة بتتعب الواحد. القعدة دي عندي بقالها 3 سنين حوالي من أول ما أنا اشتغلت. وأصلا القواعد البلاستيك دي مش أحسن حاجة في الشغل. فأنا مستنية بس أستاذ طارق، أنا بجيب منه خامات وكده، كنت طالباه منه فإن شاء الله يجيبها لي الفترة الجاية. وبيبقى الشغل عليها حلو جدا، بتبقى سريعة في التجليس، يعني ايه بتلف معاكي بسرعة. لكن دي بطيئة جدا، ما بتتعبك لما بتيجي مثلا تجلسي التورتاية تلاقيها بتلف بالعافية كده. فان شاء الله نجيب القعدة التانية وتوفر علينا حتى يعني وقت كمان يعني. جبت بقى التب بتاعي، التب ده تب البيتفور. تمام. هي اللي كانت طالبة مني التورتاية نفس الشكل بالظبط، كانت بعتلي صورة أيضا على نفس الشكل بالظبط. أنا عملت قبل كده الأشكال دي قبل كده، بس كان الستان كان اللي هو الرفيع. شريط الستان كان رفيع، مش عارفة بقى على القناة دي ولا على القناة التانية. كان عندي بقى توبر قلوب، قطعتها كده. لو مفيش عندك التوبرات دي ممكن تعملي بجيلو مانجا، برضو كانت هتبقى كويسة. جبت بقى، ما كانش عندي اللون الأحمر اللي هو شريط الستان رفيع. حبيت ان انا اعمل بالعريض ده، وعرضه 2 سنتي، واشوف كده الشكل هيبقى عامل ايه. عايزه اقولكم ان انا لقيت الشكل فخامه بصراحه يعني، عن شريط الستان رفيع. وكتبت طبعا الكلمه الشهيره يعني كل سنه وانا لازقه فيك. مش عارفه. المهم بنات، التورتايه بصراحه كان شكلها حلو جدا جدا. ما اخدش وقت معايا. ده كان الفيديو بتاعي النهارده. يا رب بقى الفيديو يكون عجبك. لو الفيديو عجبك يا ريت تحط اللايك بتاعك الحلو، كومنت جميل منك، وتقولي بتتابعني منين. اترككم بقى في رعاية الله، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.